السلام عليكم، نهاركم مبروك. اليوم غادي نشارك معكم وصفة البسكوي أو كوكيز بالبرتقال والتمر والزنجبيل. تجي بنتو هايلة بزاف وريحتو ما شاء الله. هكذا من تجيك السخفة باش تاكلي حاجة حلوة، حضري هذا البسكوي الصحي، يجي مقرمش من برا ومعلك من الداخل. نحتاج 12 حبة تاع تمر، يمكن لك تستعملي برقوق مجفف ولا مشماش ولا زبيب اللي يكون متوفر عندك. 2 حبات برتقال متوسطات الحجم، كاس فرينة تاع الشوفان، يمكن لك تعوضيها بفرينة تاع اللوز، نصف كأس من الشوفان. انا راح نستعمل الرقيق، يمكن لك تستعملي الخشين يكون احسن. ملعقة صغيرة زنجبيل طازج او مجفف، ملعقة صغيرة قرفة، قبصة ملح. غادي نرطب التمر في الماء سخون حوالي دقيقتين هكذا باش يعاوني في الميكسور، ونزيد نحي قشور البرتقال قبل ما نعصرهم، ولكن بلا ما نوصلوا لديك الطبقة البيضاء لانه راح تعطينا المرورية. الا استعملتي الليمون غادي تزيدي كمية التمر ولا الفاكهة المجففة اللي استعملتيها هكذا باش تعادلي الحلاوة. وكمية التمر او الفاكهة المجففة على حساب انتي وما تبغي الحلاوة، لا بغيتيها حلوة بزاف راح تزيدي كمية التمر، وإلا بغيتيها ناقصة حلاوة راح تقلي من كمية التمر. ضفت التمر، راح نزيد عصير البرتقال، راح نزيد مبشور الزنجبيل الطازج اللي راح يعطيه بنة وريحة هايلة بزاف، وكذلك مليح للجسم تاعنا. اللي ما عندوش الزنجبيل الطازج يدير المسحوق الجاف العادي. دوكا راح نجي نخلط كامل النواشف، فرينة الشوفان ولا تاع اللوز كيما بغيتو، قبصة تاع الملح باش يجينا بنين البسكوي تاعنا، مغرفة صغيرة تاع القرفة اللي راح تعطيه ريحة هايلة وبنينة، ونزيد تانيت قشور البرتقال. ونضيف عليهم الخليط اللي حضرته تاع التمر وعصير البرتقال والزنجبيل. ما نحتاجوش باش نخلطو بيدينا، غير هكذا بالملعقة نقدروا نتحصلوا على العجينة. ونزيد رقائق شوفان باش يعطيني بنة وقرمشة للبسكوي. إلا متوفر عندك رقائق شوفان الكامل هذاك الخشين يكون من الأحسن، لأنه راح يزيد في البنة والقرمشة. بعد ما نكمل نخلط العجينة راح نخليها ترتاح مدة 20 دقيقة باش تتشرب كامل السوائل وتنشف، ما تبقاش تتلصق. إلا شتيها مازالها تتلصق زيدي كمية من رقائق الشوفان. هذا يرجع على حساب حجم البرتقال اللي غادي تستعمليه وحجم التمر. بعد ما ارتاحت العجينة شوفوا كيفاش تشربت كامل السوائل ونشفت هكذا، غادي نقدر نشكلها. هاي لك العجينة مادامها تريح، مادامها تزيد تنشف والشوفان يتنفخ. انا راح نشكلها هكذا دوائر بلا ما نوزنها ما والو، عيني هي ميزاني، ونحاول نديرها دائرة هكذا تكون مليحة. وتجيب هذا السمك، ما هي خشينة بزاف ما هي رقيقة بزاف.
ونزينها من الفوق كيما هكذا برقائق الشوفان ولا بلانوا كوكو ولا اي حاجه تكون عندك باش الشكل تاعها يجي شباب من الفوق. نزيد نشكل دائره واحده اخرى بنفس الطريقه حتى نكمل كامل العجينه. هذا البسكويت صحي نتمنى انكم تجربوه. ما فيش مكونات بزاف كما شفتوا وما فيش مواد دهنيه ولا سكريات غير صحيه، مليح للاطفال وللكبار كذلك. دوكا راح ندخلو للفرن، نكون سخنته من قبل 10 دقائق على درجة حرارة 180. نشعل عليه من التحت من الفوق، نديرو في الوسط ونرد عليه البال باش ما يتحرق ليش، لانه فيه تمر يمكن يتحرق ويجيني البسكويت تاعي لونه كحل ويابس. طابلي البسكويت تاعي خدالي حوالي 20 دقيقة، يمكن ياخد لك حوالي 25 دقيقة كل وحدة، والفرن تاعها جا طايب احمر من التحت، جا مقرمش من برا وطري من الداخل، وريحته تهبل تهبل، ريحة البرتقال مع الزنجبيل مع القرفة مع التمر، مزيج رائع وصحي كذلك. نتمنى انكم تجربوا هذا البسكويت. وهاوليك البسكويت تاع تمر او كوكيز، انا راح نقدمه مع حليب الشوفان، كنت حضرته معكم والكيفية موجودة في القناة. يمكن لك ايضا تقدميه مع اتاي ولا قهوة ولا عصير. واذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنساوش تخليوا لي تعليق واعجاب وتشتركوا في القناة، ونقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.